يا اهلا بعزيزي المربي والزملاء الافاضل. عندك مزرعه في بيئه صحراويه زي دي، مفيش بحر قريب منك، اكيد البيئه جافه. نقص الرطوبه النسبيه في الجو دي مشكله كبيره، تعال نحلها في كلمه ونص. نقص الرطوبه النسبيه في الجو خاصه في الاعمار الصغيره بيؤدي الى سرعه جفاف الكتكوت، وبالتالي ضعف الوزن، وده لانه بيفقد سوائل من الجسم. كمان بيضعف المناعه وامتصاص كيس المح، وبيعمل اجهاد شديد، يؤدي الى قله استهلاك العلف وزياده النفوق المبكر. لو عايز تعرف ده كله بيحصل ليه، لأن الكتكوت لسه صغير، ما بيعرفش ينظم لا حرارة ولا يعرف يحافظ على رطوبة جسمه. الحل ببساطة شديدة، لو عندك جهاز رطوبة في الحظيرة فأنت كده سلطان زمانك. اظبط رطوبتك في العمر الصغير من 60 ل 65%. لو ما عندكش جهاز رطوبة تعالى وأنا أقول لك الحل. هتسيب أول 4 أو 5 باكيات من العنبر فاضيين وتحضن بعد منهم، وتجيب خرطوم ظريف زي ده وتغرق الأرضية كلها. ده هيرفع معاك نسبة الرطوبة، بس مش هتعلى عن 30 40%، بس على الاقل ما تكونش 15 20% وتحصل مشاكل. دمتم في امان الله. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعه.